ورحمة الله وبركاته. أبطال قلبي الصف الأول إعدادي، بإذن الله النهاردة يا شباب نعرف بس معلومة بسيطة كده، الفرق ما بين مجموعة الأعداد الصحيحة ومجموعة الأعداد النسبية. مجموعة الأعداد الصحيحة اللي هي زي عبارة عن مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة ومعاها الزيرو، ومجموعة الأعداد السالبة. جاتنا يا شباب في بعض الشهور زاد الموجب تقاطع زاد السالب، دي بتساوي فاي. عارف كمان إن كل ما قيمة العدد بمشي جهة اليمين فقيمة العدد تزداد. يعني مثلا أنا واقف في المنتصف هنا، فده الزيرو ليس موجب وليس سالب، ويمينه 1 2 3 وشماله سالب 1 سالب 2. كل ما بمشي جهة اليمين فقيمة العدد تزداد. ركز بقى، انت لو واقف عند الزيرو مثلا وشك دايما بيكون اتجاه الموجب، فلو قالك السابق له، لو انت عند زيرو فالسابق له هو السالب 1، اما التالي له فهو الواحد. لو انا واقف عند السالب 9 فالسابق لها كانت سالب 10 والتالي هتكون سالب 8. مجموعة الأعداد النسبية هي مجموعة تكتب على صورة A على B. ال A وال B دي أعداد صحيحة، ولكن معايا شرط مهم إن ال B لا تساوي صفر. أهم الأمثلة يجي يقول لك 5 على X ناقص 3 دي تنتمي ل Q، بس بشرط إن ال X لا تساوي كام؟ ال X تنفع أي رقم في الدنيا يا دكاترة ما عدا إنها تبقى ب3. يا مستر في بعض المسائل قابلتنا بيقول لي باستخدام خاصية التوزيع 3 في 2 زائد 3 في 8. يا ترى ايه الحاجة المشتركة هنا؟ هي التلاتة. هاخد التلاتة وكأنها عامل مشترك، و2 زائد 8 تبقى 3 في 10 بتساوي 30. انت كده قدرت تستخدم خاصية التوزيع. بعض الأمثلة المهمة اللي تخلي بالك منها كده شباب من النماذج المعاصر معانا، A زائد A زائد A دي تبقى 3A. اللي بعدها إن كانت الإكس بار ب20 سميشن إف ضرب الإكس 1500، فعلشان نجيب سميشن إف بتقسمها. لازم يا شباب تخلي قدامك القانون ده، سميشن إف ضرب الإكس وتحت سميشن إف الحاجة اللي أنت عايزها هتخبيها، تطلع معايا 75. هو ده معين فالأضلاع بتاعته هتكون متساوية، الأضلاع كلها متساوية والقطران متعامدة. معين قطراه متعامدان، حرف العين عين. هنا قيمة الإكس تطلع نفس الإكس، تطلع ب25. هنا عشان أحسب الاتحاد الدين الكبيرة اللي هي الكيو، مجموع قياسات حول نقطة واحدة 4 قوائم اللي هي 360 درجة في بعض الأحيان. السؤال اللي بعد يا مستر بيقول لي من الساق والأوراق هحسبهم هيطلع معايا 20 قيمة، يبقى العاشر وال11 هم دول الوسيط. العاشر عندي هنا 16 وال11 20، يبقى 16 زائد 20 على الاثنين 36 على الاثنين فيها 18. مسقط على محور واي فالاكس بصفر، بس هي 0 و5. الموضوع سهل وبسيط مع الناس المراجعة طول السنة مش مهملة في الدروس بتاعتها، وبإذن الله تعالى تلاقي الدنيا كويسة معاك. هنا بيقول لي يا ترى العلاج هياخد كام؟ العلاج يا مستر عارف ان القطاع الدائري بيكون 100% وبرضه 360 درجة، يعني من حيث في المية 100%، من حيث الدرجات 360. هحسب العلاج هتكون 10%. ال10% لو من حيث الدرجات هتاخد كام؟ هتاخد 36 درجة، ده لو بالدرجات. ولكن من حيث الفلوس، من حيث الواقع الأساسي في المسألة، 10% من 12,000 هي 1200. مين في دول يعبر عن التصغير؟ عارف التصغير ببدأ بالحاجة الصغيرة، فيبقى الوحيدة هي رقم باء. أتمنى أكون فدتكم ولو جزء بسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.